مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعين الأعزاء، في هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن، المغربي فوزي لقجع ينتقم للمنتخب المغربي على حساب الحكم الجزائري مصطفى غربال. لنتابع التفاصيل واضغط لايك للفيديو. يواصل رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم ونائب الاتحاد الإفريقي فوزي القجع خرجاته الخطيرة تجاه كل ماهي جزائري، وكان من المقرر أن يكون مصطفى غربال الحكم الذي سيدير لقاء النهائي بطولة كأس إفريقيا. ولكن لطالما رئيس الجامعة المغربية لقجع متواجد في الكاف، فإن كل ما هي والجزائر لن يرى الأفضل مهما طال الزمن. وفي الحين كشف الموقع المصري أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر رسميا وتم استبعاد الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال من بطولة كأس إفريقيا التي تقام فعالياتها في دولة ساحل العاج، بالرغم من أنه كان من أبرز المرشحين لإدارة النهائي. وعلى ما يبدو أن فوزي لقجع خلف الثأر للجمهور المغربي الذي كان غاضبا خلال الفترة الأخيرة من الجماهير الجزائرية، والسبب الذي جعل الجماهير المغربية غاضبة كثيرا من الجماهير الجزائرية، وهي أن أنصار الخضر احتفلوا بإقصاء المنتخب المغربي، والعكس حصل مع الجماهير الجزائرية. أيضا غضبت من أنصار المنتخب المغربي الذين خرجوا واحتفلوا بإقصاء الخضر. ختاما، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في الفيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.